السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم راح يكون مختلف شوية. راح أجرب أغرب خدع التيك توك ونشوف راح تضبط لو لا. طبعا هذا هو الفيديو الأول اللي نحتاجه شوكة وقطعة من الجبن، وشوفوا شنو راح يصير. إذا ضبطت حيكون شي كلش حلو. طبعا أول شي حنغلس على الخلفية المخربطة. المهم جبنا قطعة من الجبن وخلينا نزرفها بالشوكة. طبعا ما لقيت بس جبن كيري فهذا الموجود. المهم حزرفها قدامكم مثل ما تشوفون انزرفت. خلينا نجرب. طبعا دا اصلا هنا اي شي بدا يطلع بالضبط. تحدي فاشل. شوف ايش صار بالقطعة. التحدي اللي بعده تجيب صحن، داخل صحن تحط فوقها تمن. صراحة ما اتوقع انه راح يضبط، لان بحياتي كلها ما مسوي هاي الحركة. المهم مثل ما تشوفون حنطلع الماعون، نطلع الصحن، حيطلع الصحن مال التمن بهذا الشكل ويكون بالتقديم اسطوري. خلينا نجرب تضبط لو لا. اوكي، طبعا جبت صحن وجبت طاسة او اللي تسموها انتو. خلينا نشوف حتضبط لو لا. بدلت الصحن او الطاسة بصحن مال شاي لان اصغر، واحس انه حتضبط اكثر اذا حطيت الصحن مال شاي او شاي. طبعا التمن اللي عندي شوية بارد، وصراحة بدون اي كذب تعجزت اروح احميه. المهم خلينا نعدله بهذه الطريقة اللي دا تشوفوها، وان شاء الله تضبط ويانا هاي الحركة. هنا قلبته مثل الفيديو بالضبط، وبسم الله خلينا نوخر الصحن. والصراحة ما توقعت انه راح تضبط. طبعا ضبطت بس شوية بالفيديو احس انه ما ضابطة او خربانة، بس هذا الشي لان التمن اللي عندي شوية بارد. وهنا انا دا احط شوية مرقة وحبشكلات العيد. طبعا لازم افرقها، اهم شغلة حبشكلات العيد. اوكي، هنا عندنا الطريقة الصحيحة اللي ندير بيها الماي مال باستا. كلش متحمس اجرب هاي الخدعة. طبعا حجرب بالاندومي اللي ما عندي باستا. اول شي كالعادة نحط الاندومي بالجدرية، بعدها نجيب المي الحار ونحطه كله. انا استخدمت مي شوية زيادة على مود تضبط هذه الخدعة. وخلينا ما ننسى اهم شغلة، البقايا الصغيرة مال اندومي اللي بكل كيس اندومي لازم اقيها. اوكي، هنا راح نحضر البهارات مالتنا. اهم شغلة بهارات الدجاج، ولا ننسى بهارات الاندومي. طبعا هاي البهارات مال الدجاج اهم شغلة، حتعطي نكهة اسطورية. وخلينا لا ننسى الخلطة الجميلة اللي ما بينها فايل. بعد ما استوى الاندومي نخوطه خوطة لذيذة. وهسه نجيب البهارات مالتنا ونحطها، وهم نخوطها من جديد. اخيرا اللحظة الحاسمة، المصفي شوية كبير على الجدرية. عموما خلينا نذب المي. مثل ما تشوفون الطريقة ناجحة 100%. انا ما درت المي كله، بقيت شوية لان احب المي مال اندومي. الخدعة الاخيرة حتكون من عندي، شلون نسوي ستاند مال الموبايل. طبعا تجيب كرتونة مو ضرورة بهذا الحجم، اهم شي تصير مستطيلة. بعدها نجيب مقص او سكين ونقطع الكرتونة من هذا المكان. نقصها تقريبا لحد هنا، بعدها نقصها بشكل عمودي. نشلع القطعة الزايدة وصار عندنا ستاند للموبايل. طبعا هذا هو شكله. وجبت موبايل بلاك بيري. طبعا لازم اقلبه على مود يبين شكلي مثل ما تشوفون. ستاند يشق شقا. هذا كان فيديو اليوم، مع السلامة.